في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها واستغلالا لمعلومات مؤكدة واردة لأفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بتسنينا مفادها وجود سيارة سياحية على متنها كمية من المخدرات قادمة نحو بلدية فرندا مرورا ببلدية تسنينا، أين تم وضع خطة عمل مع تشكيل أمني ليتم إيقاف السيارة السياحية على مستوى الطريق الولائي رقم 6 بعد تفتيشها بالاستعانة بالثنائي السينوتقني اختصاص مخدرات. تم حبس كمية معتبرة من المخدرات التي تقدر ب 700 غرام والتي كانت مخبأة بإحكام تحت المقعد الأمامي للمرافق. التفتيش الجيد للمركبة أسفر على حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر ب 144 ألف دينار جزائري من فئة 2000 دينار جزائري في إصدار جديد مخبأة بإحكام داخل مقعد السائق. مواصلة للتحقيق وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش مساكن الموقوفين أين كانت النتائج إيجابية، حيث تم حجز 5 بطاقات تسجيل لأنواع مختلفة من السيارات من بينها واحدة فارغة غير مدون عليها معلومات المركبة، مبلغ مالي كعائدات إجرامية. العملية مكنت من توقيف 4 أشخاص مع حجز وسيلة النقل المستعملة في الجريمة، فيما يبقى منهم 2 في حال فرار. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيق.